السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الايس كاب، وهنعمل كمان الفرو بتاعه، وازاي ان انا اوفر واعمل الكرة الفرو في البيت بطريقة سهلة. وغير كده كمان تقدري تعملي بكميات كتير قوي بجزء او حتة صغيرة، وطبعا بسعر اقل. لان انتي لما تشتري الكرة الفرو غير لما تعمليها بنفسك. هناخده برضو كمان مع بعض، هنقول المقاسات بتاعة الايس كاب، ازاي ان انت تحسبيها، وازاي برضو انا كاتبه، يعني عشان لو انت هتعملي ايس كاب او هتعملي طاقية يبقى معاكي مقاسات كله، ما تبقاش معاكي ورقة مثلا للجزء ده او للجزء ده، لا معاكي الاتنين انت تحتفظي بيها. تقدري تاخديها شوت سكرين وتحتفظي بيها على طول، تشتغلي بيها كل المقاسات. المقاس اللي هشتغله النهاردة بإذن الرحمن هيبقى من 0 ل3 شهور. هشتغل ايس كاب، يعني معنى كده ده المقاس اللي انا هحتاجه. قطر الدايرة ده بيبقى على الطاقية العادية. طبعا انا موضحة ده وشرحة اكتر من مرة ازاي نعمل قطر دايرة، وازاي نعمل طاقية عادية. هسيبلك اللينك بتاع الطاقية موجود فوق بشرح مفصل وبسيط وسهل، برضو هتستخدمي الجزء ده بإذن الله لو احتجتيه. فاحنا النهارده هنعمل مع بعض الايس كاب باسهل غرزه، باسهل طريقه، ما بياخدش وقت خالص. انا دلوقتي اللي هشتغله هيبقى من 0 ل3 شهور. انا عايزاه مواليد، يبقى هعمل 33 سنتي. طب ايه اللي انا هعمله 33 سنتي؟ هعمل سلسال طويل بمقاس 33 سنتي. طب انا هستخدم ايه؟ الخيط اللي معايا ده مكتوب عليه ان انا استخدم معاه ابرة 4.5، ممكن استخدم معاه كمان ابرة رقم 3. فلو انت عايزاها الابرة تبقى معاكي الغرزة ضيقة بتستخدمي ابرة صغيرة. انا هستخدم ابرة رقم 4.5، وهشتغل عدد من السلاسل يكون طولها 33 سنتي. نشيل ده وبعد كده نوضح نعمل ده ازاي مع بعض. المتر انا محتاجاه علشان هقيس الغرز. انا مش عايزة برضو اطول عليكي في الفيديو واعمل ال33 سنتي مع بعض، لا انا هعمل جزء صغير كده اوريكي عليه الشرح. تمام، ونعتبر ان الجزء ده هو 33 سنتي. بتقيسي كده على المتر، بتقيسي كده على المتر كده بتشوفي 33 سنتي. تمام، يعني بشتغل السلسال واقف عند 33 سنتي. تمام، يبقى نعتبر ان دي مقاسها 33 سنتي. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده هشتغل غرز عادية خالص بالعمود بلفة. بلف الخيط على الابرة وبسيب ادي 1 2 3، وادخل في الغرزة رقم 4 واعمل عمود بلفة. بطلع من حلقتين في حلقتين، وبكرر في نفس الغرز كلها. بعمل لاخر غرزة، وبحافظ ان انا دايما الغرز ابقى شغالة في الغرزة الاخيرة. السطر التاني بيبقى عبارة عن ان انا برتفع 3 سلاسل وبلف الشغل عادي خالص. هي عبارة عن سطور رايحة جاية بنفس الطول. اهم حاجة اول جزء انك تحددي المقاس زي ما اتفقنا. بلف الخيط على الابرة وباجي هنا عندي حلقتين بتوع الضفيرة، طبعا ماليش دعوة بالثلاث سلاسل اهو. بدخل في الحلقة الخلفية كده في الغرز، وبعمل غرزة عمود بلفة تاني. بفضل شغالة عبارة عن عواميد بلفة، مش بشتغل تحت الضفيرة كلها، لأ مش تحت الضفيرة كلها، لأ بدخل في الحلقة في النص،
وبكمل كده لحد ما اوصل للمقاس المطلوب بتاع دوران الراس، اللي هو انا بعمل 33. بفضل ارتفع بعدد السطور لحد ما يديني الدوران بتاع الراس اللي هو 33 سنتي. هنحسب مع بعض بقى الارتفاع بيبقى عامل كام. خلاص كده انا اشتغلت السطور زي ما اتفقنا، اشتغلت اسطر رايح جاي اهي. نقيس مع بعض اهو، طول 33 سنتي. تمام، نشوف بقى ارتفعت كام سطر. هي بتبقى الطول زي ما انت اشتغلتي العرض اهو. انا هنا عاملاه 30 سنتي، كمان مقلله عن المقاس المفروض. عايزه اشتغل كمان سطرين عشان نكمل لل 33 سنتي. يبقى انت لما تيجي تشتغلي المقاس هتعملي مثلا، انا بعمل مقاس مواليد فهعمل 33 سنتي عرض وبعمل 33 سنتي طول. ممكن تقللي عن كده او ممكن نقلل عن كده، ده لو انت عايزاه ما يبقاش طويل قوي، او بعد كده يبقى المقاس بالظبط على قده. بعد كده الخطوه اللي جايه ايه؟ اظن كده هو سهل خالص مفهوش اي حاجه بصراحه. نيجي بقى هنا للجزء ده، عايزين نعمله مع بعض كده. نقفل الجزئين دول مع بعض، ما هو بيبقى طويل كده وبيتقفل من فوق. فهاجي هنا كده اخد الخيط واحاول اظبط الاتنين مع بعض، واخد الحلقة الخلفية زي ما كنت شغالة بالظبط مع الحلقة اللي قدامي هنا على طول، لان هنا اصلا كانت بداية الخيط، بداية الشغل، فكانت حلقة واحدة بس. اشتغلت في حلقة فاضل حلقة، فهعمل في حلقة خلفية والحلقة اللي قصادها على طول، واعمل غرزة منزلقة. احافظ على ان انا اكون بالظبط الغرز، عشان لو ما عملتيش كده مش هيطلع معاكي مظبوط. خلاص كده نيجي بقى هنا، انا خلصت المنزلقة. هاجي هنا بإبرة التنظيف او بإبرة عادية زي بتاعت الخياطة الكبيرة شوية دي، هخيط بيها الجزء اللي فوق ده. هخيطه ازاي؟ يتخيطي الجزء ده يتخيطي الجزء ده، هي مش هتفرق معاكي يعني، سواء الخياطي ده او ده مش هتفرق. انا هنا ده كان نهاية الخيط بس للأسف قطعته. هاجي بقى هنا هاخد الاتنين الاول مع بعض كده كده واسحب الخيط، وبعد كده هاخد كمان لفة كده تمام. وهاجي هنا كده واخد اعمل الحركة دي كده بالإبرة على طول الايس كاب. هشد بس عشان طولت معايا. اهو وصلت لاول غرزة اهو. تمام تمام كده. اجي بقى اشيل الفتلة الطويلة دي هقصرها وانا هدخلها من ضمن الشغل.
تمام. وبعد كده هربط عليهم هنا كده كده، هقص الخيط تمام اهو. ده بصي الشكل كده بتاعه، ده بيبقى نازل كده من هنا وبيبقى فيها الكورة بتاعة الفرو. طيب نعمل الكورة الفرو بقى مع بعض. هاجي هنا واقص الخيط، اقص الجزء ده كده من هنا هيديكي شعر كثيف. يعني انا المفروض ان انا اجي اعمل الكورة، انا عايزة كورة كبيرة جدا، فهعمل ايه؟ هاجي هنا كده من عند الجزء ده وبالابرة ده كده شكل الايس كاب بعد ما ركبنا ليه الكورة الفرو وكمان خلصناه. طبعا الخيوط دي هندريها. ده شكله كده. يا